مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم عبر السياحة اليوم، وهذا اللقاء مع الأستاذة آية وليد، باحث دكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم، ومؤسس فريق مشكاة. أهلا بيكي يا أستاذة آية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه ندى وكل مستمعينا الاعزاء. طيب تقدري تكلمينا عن فريق مشكاة ده بدأ ازاي وايه فكرته؟ طبعا بصي، هو فريق مشكاة بدأ تحديدا في فبراير 2022، وكانت فكرته الأساسية هو الوعي الأثري ونشر السياحة الداخلية بين المصريين. طيب نبدأ نتكلم على كلمة ظهرت دلوقتي اللي هي وعي أثري. أصلا يعني إيه وعي أثري؟ الوعي الأثري باختصار شديد هي تغيير المفهوم الخاطئ لدى البعض أن الآثار هي مجرد أحجار. لا لا، بل الآثار هي تراث وأرشيف يسجل تاريخ وحضارة الأمم بشكل عام والحضارة المصرية بشكل خاص. كمان الوعي الأثري هو السياج اللي بيمكن من خلاله صيانة وتراث آثار مصر والحفاظ عليه للأجيال اللي جاية. فدي فكرة الفريق، هي الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية، وإن إحنا إزاي نوعي المصريين بأهمية وآثار وتاريخ وحضارة بلدهم. لأن العالم كله بيجي يتفرج على آثارنا وتاريخنا، لكن احنا للأسف فئة معينة مننا بتجهل أهمية هذا التاريخ والقيمة الحضارية ليه. فاحنا من هنا كانت النوايا بتاعت فكرة الفريق يعني. تمام. طيب بالنسبة للرحلة، يعني حضرتك عملتيها آخر مرة، تمام. ازاي رحتوا فين، عملتوا ايه الأنشطة اللي كانت قايمة عليها؟ بصي، احنا اخر مره كانت الجمعه اللي فاتت، كان يوم 11/8/2023، كانت لمحافظه الاسماعيليه. احنا في الفريق مش بس بنشتغل على منطقه القاهره الداخليه، لا احنا كمان بنشتغل على محافظات القاهره كلها بشكل عام. وكانت النصيب المره دي لمحافظه الاسماعيليه. وطبعا في البدايه ان مدينه الاسماعيليه من المحافظات المهمه جدا والمميزه اللي المفروض علينا كلنا نزورها ونشوف اثارها ونعرف اهميتها وتاريخها. وطبعا الاسماعيليه تاسست في عهد سعيد باشا، وبعد كده اطلق عليها اسم الاسماعيليه نسبه للخديوي اسماعيل. طبعا احنا ما يعني الرحلات ما بتبقاش ترفيهيه، الرحلات يعني الاساس فيها هي بتبقى اثريه مش ترفيهيه، وبناخد جانب ترفيهي في الاخر كده بحيث ما يبقاش كلها اثري بحت تعرفي التراث بتاع بلدك وكده، يعني جزء منها برضه. بالظبط. فكان عندنا عدة مواقع أو عدة نقط قدرنا من خلالها نعمل برنامج الزيارة، زي متحف دبابات أبو عطوة، وده موجود في منطقة أبو عطوة في إسماعيلية. والمتحف ده ليه أهمية كبيرة جدا لأنه بيحتفظ بمجموعة من دبابات اللي أثارها الجنود في حرب أكتوبر من قبل الجيش المصري، وكانت المعركة دي ضد الإسرائيل، وبيحتوي على 7 دبابات مختلفة. أيوه. وطبعا بدأنا كمان نروح لمتحف الآثار بتاع الإسماعيلية، وهو من المتاحف المهمة جدا في منطقة قناة السويس، ولكن للأسف الإسماعيلية، متحف مدينة الإسماعيلية. تمام. فهو للأسف يعني الناس ما تعرفش عنه كتير، فهو بيتميز بوجود عدد من القطع الأثرية المهمة والضخمة وكمان النادرة. ومش بس بيضم حقبة معينة، هو بيضم عندي مختلف العصور بداية من العصر المصري القديم وحتى العصر الإسلامي، وتقريبا بيحتوي على 3800 قطعة أثرية. تمام. بدأنا كمان نروح، يعني احنا عملنا ميكس كده خطير ما بين الآثار ومختلف أنواعها. رحنا زي ما قلت لك المتحف، كمان رحنا أماكن إسلامية، رحنا أماكن قبطية. طب إيه الأماكن الإسلامية؟ رحنا طبعا زي الجامع العباسي، وده اللي عمله الخديوي عباس حلمي الثاني. ورحنا كمان الكاتدرائية الكاثوليكية الفرنسية، ومميزة جدا ونادرة صناعة. فاحنا قدرنا الحمد لله إن احنا نزور تقريبا معظم الأماكن اللي موجودة في إسماعيلية، كمان زي فيلا تيليسيبسي، وديت تيليسيبسي ده اللي هو صاحب امتياز حفر قناة السويس. وكان ليه فيلا شهيرة موجودة في منطقة الإسماعيلية برضو، قدرنا ان احنا نشوفها من الخارج لان هي حاليا في فترة الترميم. تمام. طبعا رحنا كباري شهدت مواقع مهمة زي كوبري سالة، ورحنا برضو لتمثال مهم قوي مشهور عند الإسماعيلوية زي تمثال الصمود، وده كان معمول من شظايا اللي هي المسدسات والمخلفات بتاعة الحرب. أيوة. في الوقت ده في إسماعيلية يعني. تمام يا أستاذة آية. طب نقدر يعني نختم معاكي كده بسؤال، ايه وجهتك القادمة في فريق مشكاة، ونفسك فريق مشكاة ده توصلي بيه لحد فين؟ طموحك ايه يعني لحد فين فيه؟
ان شاء الله انا هرد على السؤال ده، بس معلش في بس حاجه افتكرتها لازم اقولها. انا طبعا حابه اشكر الناس اللي استضافتنا هناك في منطقه الاسماعيليه، ومنهم باشمهندس محمود السواحلي، وده اللي عرض علينا فكره ان احنا نروح الفريق مشكاه الاسماعيليه، وهو من ابناء اسماعيليه، وهو كان ليه فضل ان احنا قدرنا ننفذ البرنامج ده، وفي الحقيقه تعب وقدم لينا مجهود كبير جدا. كمان اخته الاستاذه زينب قدرت برضو تستضيفنا، والمرشده مريم، والاستاذ محمد حسين، وده برضو من ابناء محافظه الاسماعيليه، وهو بينظم هناك رحلات لكل اهل مصر اللي بيروحوا الاسماعيليه. ف يعني الرحله اكتملت وزادت جمالها بمساعده هؤلاء الاشخاص، لان لولا مساعدتهم انا للاسف ما كنتش اقدر انفذ البرنامج بالشكل ده. كمان اختتمنا البرنامج زي ما قلت لك بجزء ترفيهي، رحنا فيه ارض المانجو وبدانا نتعرف على انواع المانجو، وكمان اتغدينا في ارض زراعيه وكانت كلامها مسك زي ما بيقولوا. فدي النقطه، معلش انا اسفه ان انا قطعتك في الوجه، يعني لازم اشكرهم، يعني ان هم حقيقي تعبوا معانا جدا في اليوم ده. اكيد طبعا لازم تشكريهم. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. اما بالنسبه ان شاء الله لوجهتنا الفتره الجايه، احنا زي ما قلت لك هنبدا نتوجه للمدن المغموره اللي هي مش مشهوره قوي، واللي مش معروف ان هي فيها اثار مهمه وفيها اماكن مهمه للزياره. اشهرها طبعا ان احنا رحنا اسماعيليه واسكندريه، نبدا نتوجه للسويس، رشيد، وغيرها من المدن. وطبعا هنكثف الشغل على المناطق الداخليه في القاهره الداخليه. كمان انا نفسي ان شاء الله الفريق يكبر ويوصل لاكبر عدد من الناس، ويوصل لاكبر عدد من المشتركين، والناس كلها تهتم بيه وتعرف فكره الفريق ايه، ونبدا نشتغل على الفكره دي ونكثف الشغل عليها، بحيث ان احنا نوصل للهدف بتاعنا الاساسي وهو الوعي الاثري. طبعا كل ده هيبقى بجهود ذاتيه طبعا، وكمان حسكم معانا بقى. بشكركم طبعا على اهتمامكم بالفريق من ساعه ما بدانا تاسيسه، وانتوا حقيقي ما بتاخروش عنه في اي رحله او في اي منشور، ودايما بتسعوا ان انتوا تقدموا له كل المساعدات، خاصه المساعدات الاعلاميه. انا ربنا يبارك في حضرتك، وطبعا اشكري لي استاذ محمد الشامي شكر خاص لي. يعني أستاذة آية وليد مؤسس فريق مشكاه وباحث دكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية، كنت ضيفة عزيزة علينا، ويعني اتشرفت بحضرتك جدا، وإن شاء الله أتمنى ليكي كل الخير القادم بإذن الله. شكرا يا فندم لحضرتك، ألف شكر، وكل الشكر لأعزائنا المستمعين.